الكلمة للسيد الشيخ الأخضر وخلاف. أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الوزراء، الأخت الوزيرة، إخواني أخواتي النواب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤالي موجه لوزير السكن متعلق ببعض المكتتبين من سكن عدل الذين أقصوا بسبب الأخطاء الإدارية. هذا السؤال في الحقيقة توجهت به منذ أكثر من سنة، وإذا كان هذا السؤال يعني مازال حديث الساعة لأن المشكلة لم تحل بعد، فهناك أسئلة أخرى شفوية توجهت بها تقريبا إلى الوزير الأول ووزارات السيادة مثل الخارجية والداخلية والعدل، وعندها 4 سنوات لم تتم الإجابة عليها إلى اليوم. وإذا كان الرئيس قد رد فيما قبل يعني بالنسبة للأسئلة الشفوية، فالمشكلة الآن مطروحة كذلك بالنسبة للأسئلة الكتابية، خاصة التعديل الدستوري الأخير حدد رسميا المدة القانونية ب30 يوم، ونفس الشيء مطروح بالنسبة للوزير الأول ووزير الخارجية ووزير الداخلية، دائما وزراء السيادة. ولم تتم الإجابة بالنسبة للوزير الأول، عندها 7 أشهر، وزير الخارجية عندها 4 أشهر، وزير الداخلية عندها 5 أشهر، ولكن للأسف لم تتم الإجابة إلى اليوم رغم الرسائل التي توجهت بها إلى الرئيس. لم أتلقى حتى الإجابة، ونحن اليوم على مقربة من نهاية العهدة، وما زالت هذه الأسئلة الشفوية والكتابية، وخاصة أقول الكتابية للأجال يعني محددة ب30 يوم حتى بالنسبة للشفوية، لم تتم الإجابة إلى يومنا هذا. فإذا كان الأمر متعلق بحكومة لا تلتزم بالدستور، فكيف نطلب من المواطن أن يلتزم بالدستور، وخاصة حتى الحكومة لم تقدم بيان السياسة العامة لمدة الآن 5 سنوات. بالنسبة للسؤال متعلق بمكتتبي عدل الذين أقصوا بسبب الأخطاء الإدارية، فعند بداية يعني اختيار المواقع بالوسيلة الإلكترونية تم إقصاء أكثر من 4000 مكتتب، ورغم أنهم قدموا الطعون اللازمة في الوقت المناسب، ولكن لم يتم الفصل في هذا الموضوع إلى يومنا هذا. الوزير مشكور في كثير من المرات أكد بأن هذه الطعون ستدرس على مستوى المفتشية العامة للوزارة، بالنسبة للمكتتبين 2001-2002، وبالنسبة للمكتتبين 2013 ستدرس على مستوى لجنة مختصة وهي تستقبل الطعون وتعمل 6 أيام على 7 أيام، ولكن إلى يومنا هذا ما كان حتى شيء. إذا كانت المشكلة مطروحة بالنسبة لبعض الملفات اللي فيها الوثائق المزورة التي تقتضي العدالة أن تفصل في الموضوع، وكذلك بالنسبة للأزواج اللذان قدما ملفين يستوجبوا تنازل أحد الأزواج على الملف، فهناك أخطاء إدارية أخرى يعني تتحجج بها يعني عدل دائما، وهو أن الأجرة أقل من 24,000 دينار، معناها أنت لا تتوفر فيك الشروط، أذهب إلى السكن الاجتماعي. وتأكدنا من هذا من خلال بعض الملفات التي جاءتنا ودرسناها مع الإدارة المركزية للوزارة وحلنا والحمد لله كثير من المشاكل. وعلى هذا الأساس نطرح سؤال اليوم ونقول يعني متى يتم دراسة هذه الطعون وحل هذه الإشكالات الإدارية في بعض الأحيان والبيروقراطية، وبالمناسبة الأخطاء في بعض الأحيان متسببة فيها الإدارة وفي بعض الأحيان المكتتب. متى يتم حل هذه الإشكالية كي يتمنى المكتتبين من التحصيل على سكناتهم التي انتظروها طويلا؟ والسلام عليكم. السيد بن خلاف، كنت بمحاكمة أحادية، كل موش مليح، لا الحكومة ولا المجلس ولا شيء، سابير نيليزم كشيء ولا شيء ولا شيء. احترموا تقبل. أحيل لكم كلمة مع الوزير الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدات والسادة النواب، سيد وزير الإعلام، عفوا سيدي الرئيس المحترم. أولا كل حال الملاحظة نتاع سي خلاف وجيهة، في الحقيقة أنا عارف بلي هذه مشكل الساعة بالنسبة للناس المكتتبين نتاع عدل، واللي الحمد لله العدد نتاعهم اليوم راه في 450,000 يعني قلتها ونزيد نكررها. هما موجدين لي سؤال الجواب كتابي بصح ما قراش،
تفضل نشرح لك اليوم مؤسسة عدل وتنجموا تراقبوا، هي أكبر مؤسسة في العالم، أقول في العالم، بما فيه من أكبر دولة إلى أصغر دولة، اللي متكلفة ببرنامج مثل هذا يبذلوا مجهودات أكثر من العادية. يعني ما عندهم غير يوم الجمعة اللي يرتاحوا فيه، وفي بعض الأحيان لما تكون ديزيشيونس حتى الجمعة يخدموا. طوعونا هذه اللي وقعت انتم تعرفوا باللي وقعت تسجيلات، وكنا أول وزارة سباقة لاستعمال الانترنت في 2013 نظرا للعدد الكبير نتاع الطالبي السكن من هذا النمط سكن العدل، كان لازم نفوتوا على وسيلة إلكترونية عوض الشبابيك العادية اللي خدمنا بها في 2001 و2002. بالطبع يعني في بعض الأحيان انتم تعرفوا كانت تسجيلات استفزازية، واحد سمى روحه مارادونا، واحد سمى روحه كذا، ومن بعد قال لك انا جاوبوني معناه باللي هذا غير هف لان سميت روحي مارادونا. حتى ولو كان مارادونا بالعربيه ما تعطيش مارادونا اللي يلعب الكره. المهم تسجيلات وصلت 950,000. لما تصفت ونحينا كل ما هو استفزازي وكل ما هو محاوله، البشر بشر، الإنسان ماهوش ملايكة، يحاول، نجح صح ما نجحش ما خلاص. هي أصبحنا في 500,000 بالتقريب، وما زال، لأن كل ما نوصل لمرحلة من المراحل نزيد نستعمل البطاقية نتاعنا. اليوم البطاقية نتاع السكن دعمت بالبطاقية نتاع وزارة الداخلية ليتا سيفيل، دعمت بالبطاقية نتاع الكناس، ودعمت بالبطاقية نتاع الضرائب. دونك راه 4 بطاقيات في بطاقية واحدة. بالإضافة إلى والقانون واضح وصريح في الموضوع أن المفاتيح لا تسلم إلا لما يجي السيرتيفيكا نيجاتيف تاع لي دومان، لأن فيه الشيء اللي وزعته الدولة وفيه اللي شراه هو وحده من عند القطاع الخاص، من عند بروموتور ولا بنا وحده ولا كان عنده. إذن كل هذه ماهوش للقمع، لأن يأخذ كل ذي حق حقه، واللي ما عندوش الحق ما يديش حق الآخرين. الله غالب، هذا هو باش تكون عدالة وقسطاس في التوزيع. وشو في بعض الأحيان كانت فيه ربما من ناحية البطاقية يقول لك إيريتاج دون لانديفيزيون، ورث يعني المشترك. إيريتاج دون لا ديفيزيون، الناس اللي ورثوا من فيلا فيها 6 طوابق ممكن ناخذها بعين الاعتبار، كل واحد عنده طابق ولا عنده، واللي ورث في تيجي وزو ولا في قريه من القرى نتاع الاوراس ولا نتاع الورسنيش ولا في مناطق جبليه ورثوا دار اللي محتفظين عليها لان الاصل والجذور وهذه فقط. كل واحد صحت له 2 متر كاري 3 متر كاري. احنا من جينا من لي دومان جينا على اساس لا ديفيزيون، بصح حنا لما يدير له الركور تاعو ناخذوه بعين الاعتبار ونخليو له الحق نتاعو في السكن. كاين ناس اليوم كانوا ظانين باللي بمجرد ما يتسجل ياخذ السكن تاعو. لما البطاقيه تطورت اليوم رانا متطرقين المواضيع. نقول لك مثلا جماعه 2013 حتى التحيين تاع الملفات تاع 2001 الانسان يصرح باللي راهو عازب، من حقه كعازب ياخذ الدار تاعو، ما فيش فرق بين. ولكن لما دخلنا في البطاقيه تاع الداخليه نلقوه يوم ما حين الملف تاعو كان متزوج وعنده طفلين، علاه يصرح بلي راه عازب؟ لان زوجته عندها، والقانون يقول السكن لكم، مش كل واحد ياخذ السكن تاعو. وعلاش يحتمنا احنا باش ندخلوه في البطاقيه نتاع وزاره الداخليه؟ فيما يخص مثلا المرتبات اللي صرحوا بها، احنا اليوم احنا فصلنا بين الريفي والاجتماعي والاديال والو ال بي بي، كل على
حسب مقدرته الماليه والمرتبات نتاعو. اذا ما كانش ايطونش وخليناها بوراز يعني كي الغربال باش تقدر منها ما تفراش ما تفراش. في التصريحات اللي جابوا لنا فيه ناس اللي التصريح نتاعو بالمرتب اللي جابوا من شركه من الشركات تاع الخواص مزور. فاش عرفناه؟ لان احنا ندخلوا في البطاقيه تاع لاكناس. السيد هذا ما راهش مصرح به، ما هو ما راهش مصرح به. هل هذه الشركه ما زالت تشتغل؟ ندخلوا في البطاقيه نتاع الضرائب نلقوا باللي الشركه حطت المفتاح راها في 10 سنين. اذا الملف هذا يمشي للعداله. ولكن نمشوا بالطاقات اللي عندنا احنا في الانفورماتيك، ربما ندرس 10 ملفات 20 30 40 ملف في النهار. نعم. على هذا الاساس اللي في بعض الاحيان طول لان ندخل في بطاقيه وزيد في هذه وزيد في هذه. المهم احنا الطوعون اللي مسجله عندنا كان اللي سرحناهم طوعون، وفهمنا الاخوان المكتتبين ان لما يكون طعن في ازدواجيه الطلب ما كان له دير طعن. القانون مانع تطعن ولا ما تطعنش. الزوجه نتاعك عندها ولا انت عندك والزوجه ما عندهاش، معليش خلاص تطعن ولا ما تطعنش ما كان حتى معنى للطعن. المرتب نفس الشيء، عندك مرتب اللي يفوت مقاييس تاع عدل ما كان له تطعن الى اخره. كان بعض الطعون اللي مرفوضه مبدئيا ولكن هو مسجلها علينا كطعن، راني طعنت وراني نستنى. بالنسبه لبعض الطعون نعطيك احصاء فقط يعني بالنسبه احنا عندنا حوالي بالنسبه للبطاقيه هذه قلت لك من 950,000 البطاقيه رمات ما يقارب 400,000. فيه اللي سحبوا الملفات تاعهم، فيه اللي كذا فيه اللي كذا. احنا ماشيين ونحاول بقدر الاستطاع نعدل قد ما يقدر البشر باش يعدل. هذا هو. باش نظلم واحد ولا نحرمه من حقه هذه ما نديروهاش. ولكن اللي زور يعرف روحه زور، يطعن ولا ما يطعنش كيف لان مبدئيا لما نعطيه هو الحق راني نحيته من الانسان اللي يستحق. هذا هو سيتو العداله في التوزيع. مانيش عارف سي الخضر لا كان قنعتك ولا ما قنعتكش، ولكن اللجنه اللي متكلفه بالطعون جبتها للوزاره باش ما نخليهاش في لادير، ويترأسها الامين العام تاع الوزاره. وفي بعض الاحيان نشتغلوا حتى بوسائل اخرى من غير نمشوا ببطء، ربما خير ما نتسرع، لان بالاضافه الى العدل والقسطاس فيها المصداقيه. لو كان بعض المكتتبين يشوفوا باللي انسان عنده وزدنا نعطيناه تقوم القيامه، المصداقيه تاع العمليه كلها تروح تاع هذا تاع التكفل بالطبقه الوسطى. وشكرا. شكرا سيد الوزير. صاحب السؤال عندك الجواب تعقيب. نشكر معالي الوزير على هذا الرد وعلى هذه المعطيات، ونشكره كذلك على الجهد المبذول في القطاع. ولكن أنا تكلمت في الحقيقة يعني على الخصوص على الأخطاء الإدارية التي وردت في الملفات، سواء من طرف المكتتبين أو في بعض الأحيان من طرف الإدارة. وهذا الأمور في بعض الأحيان تقدر تراجع ليس من طرف لجنة الطعون بل عمل إداري يتم. وهذا في الحقيقة ما وقفنا عليه بأنفسنا، حيث جاءنا الكثير من المواطنين والذين رفعنا يعني انشغالاتهم. أولا بالمناسبة عندما رفعناها وجدنا الأذان الصاغية على الخصوص عند المدير العام للعدل، وحلينا كثير من المشاكل الحمد لله. نشكر كذلك رئيس الديوان للوزارة الذي تعامل معنا يعني بكل موضوعية وحلينا كثير من المشاكل. وإحنا الذي أحسن نقول له أحسنت، والذي أساء نقول له أسأت. فما يجب فقط أنه يعني تسريع العملية خاصة لتصحيح
الأخطاء الإدارية. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا لم أقدم يعني محاكمة لشخص أو كذا، ولكن كنائب أقول لابد أن نطبق قوانين الجمهورية وعلى رأسها الدستور. إذا كان الدستور يقول 30 يوم باش نجاوب على السؤال الكتابي، ولو أنني نتفهم بالنسبة للسؤال الشفوي، الكتابي قال 30 يوم نلتزموا ب 30 يوم. علاه الآن 7 أشهر ما يجاوبنيش الوزير الأول، وعلاه 4 أشهر ما يجاوبنيش وزير الخارجية، وعلاه 3 أشهر ما يجاوبش وزير العدل، ووزير التجارة كذلك 4 أشهر. لماذا؟ وراسلت رئيس المجلس كم من مرة ولكن لم أتلقى أي رد، وعلى هذا الأساس رفعت الانشغال ونحن في نهاية العهدة على الأقل أن تتم الإجابة على الخصوص على الأسئلة الكتابية التي ما زالت لم يجاب عليها. أما بالنسبة للأسئلة الشفوية العدد كبير وكبير جدا، ولكن على الأقل أننا نجيب على سؤال عنده 4 أشهر. أنا قد